الطبيب يسأل الإمام الصادق، قال له أنت تعرف من الطب شيء؟ تعرف ما تعرف؟ لو أنت بس بالدين عن الوضوء والصلاة والقبلة وكذا، أتعرف من الطب شيئا؟ الإمام قال له بلى، أعرف أوله وأعرف آخره وأعرف أصله وأعرف كل ما في العلم وما في علم الطب أعرفه. قال له وكيف؟ قال له أعالج الحار بالبارد. اسمع، أعالج الحار بالبارد وأعالج البارد بالحار، وأعرف أن المعدة بيت الداء. المعدة هاي، المعدة هاي بيت المرض، وبالفعل ترى كل الأمراض منين؟ من المعدة. واضح مولانا؟ ياكل دجاج وفوق ياكل سمك، ياكل سمك ويشرب روب مثلا هذا كله خطأ. في حين الطعام يشرب ماء مثلا، هذا كله خطأ. يخلط حار وبارد ومالح وماسخ، بالأخص بالعزايم إذا صارت عزيمة بس كلها القضب مولانا، كل شيء ياكل. هو أنت قاعد تضر نفسك. واضح مولانا؟ شي قال الإمام؟ اسمع، قال له أعالج الحار بالبارد وأعالج البارد بالحار، وأعرف أن المعدة بيت الداء، أن المعدة بيت الداء، وأن الحمية هي الدواء، أن أحتمي عن بعض الأشياء. هذا الطبيب انبهر، قال له والله هذا كل الطب، هذا أنت ذكرت كل الطب، اللي يراعي هذه النقط اللي ذكرتها خلاص هذا ما يتمرض بعد. زين؟ قال له سألتني، الإمام قال له سألتني؟ قال له بلى. قال له أسألك؟ هسه سألتني، أسألك أنا لو ما أسألك؟ قال له بعد هذا ارتخى صاحبنا، قال له أمثلك يسأل مثلي؟ قال له هسه بعد أنا أسألك، جاوبت فبها، ما جاوبت بعد خلاص. قال له سل. قال له طبعا مو مسلم، ترى هذا الهندي ما هو مسلم. قال له لماذا خلق الله الشعر على الرأس؟ طبعا ما جاوب عليها كلها هذه لأن طويلة. قال له ليش الله خلى شعر بالرأس هنا؟ هذا الرأس به شعر. لماذا خلق الله الشعر في الرأس؟ قال له لا أعلم. قال له لماذا خلت الجبهة من الشعر؟ هاي القصة، هاي الجبهة ليش ما بيها شعر؟ قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله في الجبين شقوق؟ هذا شوف خدود شقوق، شوفها، شوف هسه أنا ايش، هذه بها طرور شقوق بها. قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله الحاجب فوق العين ولم يجعل الحاجب تحت العين؟ قال له ما أدري. قال له لماذا خلق الله الحاجب كالهلال ولم يجعله مستقيما قبل جد؟ ما قال له لا أعلم. قال له لماذا خلق الله العين كاللوزة ولم يخلقها مدورة أو مربعة؟ خو عيونها مدورة أحلى يعني، ليش ملوزة يعني؟ قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله الأنف بين العينين ولم يجعله على الجانبين؟ خو يخلي الخشم منا لو منا أحلى، زين ليش خلاها بالنص هنا ساير؟ قال له ما أدري، ما يدري هذا شيء. قال له لماذا جعل الله ثقب الأنف إلى الأسفل ولم يجعله إلى الأعلى؟ يعني هذا إلى الأسفل، ليش ما مخليهم فوق؟ هو بخار يصير كذا يطلع فوق قبل بعد، ليش مخليهم جوا مثلا؟ قال له لا أعلم. قال له لماذا جعل الله الشارب فوق الشفة؟ الشارب هذا فوق الشفة ولم يجعله تحت الشفة، الشوارب ما سائر هنا، سائر فوق مثلا. قال له لا أعلم. قال له لماذا خلق الله اللحية للرجال دون النساء؟ الزلم عندهم لحية، النسوان ما عندهم لحية مثلا، قال له لا أعلم. قال له لماذا تنطوي الركبة إلى الخلف ولا تنطوي إلى الأمام؟ ركبتك تنطوي إلى الخلف ما تنطوي إلى الأمام. قال له لا أعلم. قال له لماذا خلى الكف من الشعر؟ قال له ما أدري، هذا ما يدري شيء، لا يحل ولا يربط، ماكو شيء. قال له لماذا خلق الله القلب كحبة الصنوبر؟ قال له لا أعلم. وظل الإمام يسأله وهذا لا يعلم. قال له تستعلم ما تدري شيء، لا تعلم شيئا. قال له ألها إجابة؟ اسمع حبيبي عيوني أبو راسك، زين. هذا الهندي يسأل الإمام، قال له ألها إجابة؟ قال له لكل واحدة منها طرق وإجابات، مو إجابات. قال له أجبني. أنا جاوب عليه واحدة اثنين بس ما نلحق، واضح مولانا لأن القضية طويلة. قال له أولا مولاي خلت الجبهة من الشعر، هاي القصة ما بها شعر، ليش؟ لكي يصل النور بقدر ما تحتاجه العين إلى العين. النور، هاي العين تحتاج إلى نور، لو ما تحتاج إلى نور تحتاج إلى نور. إذا كان شعرنا اللي هنا طاق مولانا، زين، هذا الشعر يحجب النور عن من؟ عن العين، خلاص ما يوصل النور إلى العين. قال له أحسنت. قال له هذه مولانا الشقوق اللي موجودة، قال له العرق الذي ينزل من الشعر من الرأس، طبعا الشمس تصقع الرأس أو يعرق الرأس أو ينزل العرق وين؟ إلى الجبين، لكي لا يؤذي العينين. هذه الشقوق مثل النهران، شايف النهر شلون يوجه الماء؟ هذه يوجه العرق على الجانبين، ما يخليه ينزل على من؟ على العين،
فيؤذي العينين. قال له ليش خلى الحاجب فوق العين؟ قال له ما اسمع ما ينزل من العرق من الجبين، لما ينزل العرق يصير كثيف شرجي مثلا، شرجي وحر مثل حر البصرة مثلا، أو ينزل العرق شديد، هذه الشقوق ما تلحق توجه العرق. وين ينزل العرق الباقي؟ على الحاجب، الحاجب يوجهها إلى الجانبين ما يخليه ينزل على العينين. قال له أحسنت. قال له لماذا جعل الله فوق العين الحاجب؟ قال له لكي يقسم النور إلى قسمين وبقدر ما تحتاج العين إلى العين. ولهذا إذا صار الشمس قوي، إذا الشمس النور قوي، شو تسوي أنت؟ احنا نقول له شوية كشخل، ماذا شو تقولوا له أنتم؟ يلم الحاجب هيك شوية يلمه خاطر النور يصير شنو؟ أقل. إذا النور أقوى شو تسوي أنت؟ تخلي ايدك يم الحاجب هنا، تخليها خاطر النور شو يصير؟ بقدر ما تحتاجه العين النور يصل، ولا النور يحرق العين. زين الى اخر. قال له الشارب واللحيه والباقي شرحها الامام بشكل مفصل. قال له عجيب من اين تعلمت هذا؟ اسمع ما مقرود هذا، ما يدري شنو الدنيا طشت لو رشت، ما يدري هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له من أين تعلمت هذا؟ الإمام قال له أتراني تعلمته من معلم؟ هذا أستاذ علمني؟ قال له بلى أكيد أستاذ علمك. قال له والله لم أتعلمه إلا من أبي محمد الباقر، باقر العلم، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله، عن جبرائيل عن الله، فأنا جعفر بن محمد الصادق، أنا ابن أمير المؤمنين وابن محمد المصطفى. هؤلاء بعد ما يحتاجون إلى معلم، ما يحتاجون إلى أستاذ مولانا، خلص. علومهم ذاتية من الله سبحانه وتعالى. علومهم وهم صغار كعلومهم وهم كبار، خلص ما يحتاج إلى معلم والله واحد يشرح له ويعلمه وكذا، لا ما يحتاج إلى معلم. الشاهد مولاي العزيز، فهذا الطبيب قال له ما هو دينك؟ قال له ديني الإسلام. قال له مد يدك. قال له هذا مو من معلم، مد ايدك. قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.